بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة عن صينية فراخ في الفرن. هنعملها بطريقة كده مميزة. هي فراخ مشوية بس صدقيني الطعم فيه منتهى الجمال. التتبيلة عبارة عن بصلاية هنقطعها كده مكعبات، حبة من الطماطم هنقطعها برضو كده مكعبات، قرن فلفل حامي، 3 فصوص من الثوم، كمان معانا كده ورق غار هنقطعه كده نكسره، ورشة من الحبهان بسيطة، عصير ليمون، معلقة كبيرة من الخل، معلقة من الزيت، رشة من الملح والفلفل الأسود المطحون، رشة من البابريكا، ورشة من الكركم، وبنحط كمان رشة من بهارات الفراخ. هنحط دول كلهم في الكبة يضربوا كده ضربة كويسة، وبيبقى معايا بالطريقة دي كده تتبيلة ناعمة كده. بنجيب بقى، انا هنا هعمل وراك، عندك فرخة كاملة على حسب براحتك. الوراك هنا عشان مش هسيبها في التتبيلة كتير بديها فتحات كده في قلب اللحم بتاعها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. يبقى انا هنا مش هقعد التتبيلة هنا للفراخ لان انا مستعجلة، وقلت اعملها بالطريقة دي عشان يلحق اللحم الفراخ يتشرب من التتبيلة. هنجيب بقى التتبيلة ونبتدي بقى ندعك الورك زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. هدخل التتبيلة كده في قلب الفتحات اللي انا عاملاها دي عشان انا عايزة اللحم يتطعم كده. لو عندك وقت وهتقدري ان انت تعمليها وتسيبيها في التتبيلة شوية يبقى كويس جدا. كل ما القطع الفراخ بتتشرب من التتبيله دي كويس كل ما بتديكي طعم كويس. بس بصراحه انا مستعجله عشان كده انا عملت فيها الفتحات دي. هجيب الصينيه اللي هدخلها الفرن وبحط فيها كده معلقه صغيره من الزيت، وبالفرشه ببتدي ان انا اديها كده مسحه، وببتدي ان انا احط بقى كده الورك اللي انا كنت عاملاه في قلب الصينيه. هرص الصينيه بتاعتي سواء بقى عامله فرخه كامله او عامله وراك على حسب ما انت عامله عندك. هبتدي ان انا احط الوراك اللي زي ما انتم شايفين، وابتدي ان انا ادعكها من الجنبين كويس. احاول ان انا تتشرب من التتبيله كده كويس على قد ما تقدر. بعد كده ببتدي ان انا اقلبها على الجنب التاني وهعمل نفس الطريقه. واهم حاجه ان انا بدخل في الفتحات التتبيله دي عشان تتشرب معاكي كويس. بعد بقى ما تبلنا الفراخ اهم خطوه ان انت بتكوني مشغله الفرن من قبليها كده يكون سخن معاكي. لازم يكون فرن حار، يعني ممكن على درجه 200 بتحطيها على الشبكه وسيبيها لحد بقى ما تستوي. دي كده الفراخ بعد ما خرجت من الفرن بتبقى الشكل ده. هبتدي ان انا احطها في طبق التقديم، وده كده الشكل النهائي بتاعها. اقدر اقدمها بقى مع رز، مع بطاطس شيبسي، مع كمان اقدر اقدمها مع السلطات، سلطه الطحينه او سلطه الطماطم. بصراحه بتبقى في منتهى الجمال. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.